السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم حزين عشناه كفلسطينيين، وإنجاز آخر ونجاح آخر يضاف إلى ما يسمى بالكيان الصهيوني. مش حبدأ هذا الفيديو كما هو متداول الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، على المقاطع المصورة على اليوتيوب وغيره، بالسباب والشتم ضد الإمارات. لكن إسرائيل نجحت، إسرائيل ناجحة بكل المقاييس وبكل المعايير. إسرائيل ناجحة، اللي بدها إياه بتعمل، لغاية ما يحولوا الفلسطينيين وفلسطين والقضية الفلسطينية إلى سرطان الكل يحاول التخلص منه. الناس اللي قاعدة الآن بكتبوا ضد الإمارات وبيخونوا في الإمارات وراحوا داسوا على صور أمير الإمارات في القدس وفي غير القدس، زعلانين من الإمارات ليش؟ ما رئيسك مرة بيقول إسرائيل وجدت لي طبقة، ومرة بيروح بيصيح عليهم في العزاء تبعهم، ومرة بيقول اللي ضد اليهودي فقد كفر. انت زعلان من الإمارات ليش؟ وحماس مكة حاط ايدها في ايد بلد محتلة جزر إماراتية من 90 سنة ولا 80 سنة، ما تكلمتش الإمارات. احنا قاعدين بنلوم في الإمارات وبنلوم في العرب وبنلوم في العالم. دورنا احنا قمنا بايش تجاه بلدنا. هل الآن اللي صاير هناك هذا لمصلحة البلد؟ لمصلحة الشعب؟ انتوا بطلتوا تعرفوه علم فلسطين، تعرفوش طريقه علم فلسطين، انتوا اللي بتعرفوه وقت الانطلاقة. روحوا خذوا الأعلام وخذوا صور القادة تبعتكم وروحوا اجروا فيهم، بيشحتوا على قفاكم. خذوا أعلام الفصائل واطلعوا في الانطلاقات، احتفلوا بالانطلاقات، ويروحوا يشحتوا على قفاكم وعلى قفا ابنك وقفا فلان وقفا ابن فلان. وبلادهم بيطلعوا منح وسيارات وفلل وحفلات أعياد ميلاد وشركات، وبينهم وبين اليهود شغالين. انتوا زعلانين من الإمارات؟ الإمارات بتطبع، السعودية خاينة، مصر خونة. انتوا إسرائيل بإيديكم بنيتوها. الفلسطينيين هم اللي بنوا إسرائيل، هم اللي كانوا شغالين عمال جوة إسرائيل، وبنوا بقيت فلوس، بقيت بيوتهم في الضفة وفي الغزة من الفلوس اللي كانوا باخذوها من إسرائيل. تلاجاتكم مليانة منتجات إسرائيل. رواتبكم حماس وفتح، حماس بتقول لك احنا بتحاربوا إسرائيل. رواتبكم اللي بتجيكم من إيران ومن قطر بتعديش عليكم غير من تحت إيد إسرائيل. أول مرة أشوف أنا بلد عندها عدو جوا وبيدعوا إنهم بيطلقوا عليهم صواريخ وبيحولوا لهم رواتب الناس اللي بتطلق عليهم صواريخ. لمتى هذه الألعاب؟ بتضحكوا على مين قاعدين؟ تضحكوا على العالم. العالم عارف، حتى الشعوب بدأت أغلبها تعرف. زمان كنت تقول أنا فلسطيني يقول لك ونعم سمعت نعم. الحين شعب متسول شحات، شعب بلطم، بس شغل تلال يلطم. وين الإنجاز اللي عملناه لبلادنا؟ خلي العالم كله يطبع يا أخي، خلي الناس كلها تخونك. أنت دورك جوة بلدك إيش سويت؟ 20 سنة بتفاوض، من بعد 2000 نسينا من برا، من قبل، من 2000 للآن بتفاوض. معناها انك انت بطل؟ معناها انه انت فاشل، معناها ما فيش تقدم. بل بتزيد إسرائيل توغل في الضفة اللي انت قاعد بتفاوض عليه، بتزيد توغل وبتزيد بتاخذ أراضي وبتهد بيوت فلسطينية. والعرب اللي خاينين برضه، وكل شوية بيطلع الرئيس بيقول لك أنا بهدد، بدور على محكمة طب ما تروح لمحكمة الجنايات يا أخوي، روح اشتكينا احنا، خليهم يعدمونا احنا ونفتك من هالقصة. تروح تشتكي ضد إسرائيل بس روح. والتاني بيقول لك بدنا نحارب. وين الجيش تبع؟ هاي ماشي، امبارح دخلوا القدس وشوي بيهدوا في البيوت الفلسطينيين وشوي بيعتدوا عليكم اللي في حماس. وين الصواريخ؟ وين الحروب؟ طب وين الحرب؟ 3-4 حروب عملت، وين الإنجاز فيها؟ كل حرب بتعملوها تندك غزة وشهداء والبنية التحتية بتتدمر، والكارثة بتطلع بعد الحرب شايلين الإعلام وتقولوا انتصرنا. موازين الانتصار عندكم اختلت، موازين الأخلاق اختلت، موازين العرف، موازين العلم، موازين المعرفة، موازين الوطنية عندكم مختلة. كيف يتفاهم معكم الناس؟ كلام مش عارفين تتكلموا، مفاوضات مش عارفين تتفاوضوا، وفعل اللي هي الحرب مش عارفين تعملوا. بتاخذوا الشعب بتحطوه على الحدود يقنصوهم اليهود زي الجرذان. هل هذا الإنجاز؟
يقصوا ايديهم ورجليهم ويخرموا عينيهم. هل هذا هو الانجاز في نظركم؟ يطلع وزير الداخلية يقول احنا عملنا مصنع وعندنا ناس جاهزة تفجر حالها. في وزير داخلية في العالم بيقول الكلام هذا للشعب، بيقول لهم احنا عملنا مصنع عشان تحطوا أحزمة ناس وتفجروا حالكم في اليهود. والتانيين إذا واحد راح يطعن واحد يهودي في الشارع بسكينة وبنطخ وبعده 10 فلسطينيين بيقول بيباركوا للعملية. هل هذا الإنجاز عندكم في نظركم؟ طب إذا هذا الإنجاز، هذا الكلام إنك شغالين فيه من كم سنة، وين التقدم وين الإشي الإيجابي اللي انعكس علينا؟ إسرائيل شغالة، الإمارات شغالة، كله شغال لمصلحة بلده. مش زيكم قاعدين من 2007 قاعدين بدون شغل بتاخذوا رواتب. شتان. كيف بدك تنتصر وانت نايم في البيت بتاخذ راتب وانت قاعد؟ والتانيين قاعدين باخذوا ربع راتب وبيرموا صواريخ مش جايبه همها. اذا في انتصار 3 حروب، اذا في انتصار انت المعبر الان مش عارف تطلع منه زي الناس، ولا مطار ولا مينا ولا غيره ولا صيد سمك ولا غيره اللي انت قاعد بتدعيه. في انسان عاقل عنده شعب وعنده قوة عسكرية بيعمل حرب عشان يروح يصيد سمك؟ اقسم بالله انه العرب لو اجوا يحرروا فلسطين ما حدا يوقف لهم الا الفلسطينيين. جزء منهم شغال في اسرائيل مع الجيش، هيهم قدامكم، والجزء الاخر زي ما الان بيقول السعوديه راحت اليمن طمعانه في ثرواتها، هيروح يقولوا الحقينا يا تركيا ويا ايران السعوديه جايه تاخذ ثروات فلسطين. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من وصلنا لقله القيمه وقله الادب اللي احنا فيها الان.